الدراما التركي يعني اكيد فيها مميزات كتيره جدا، والا ما كانش حد هيتابع مسلسل 40 حلقه. الحلقه بتعدي الساعتين ونص، ولكن النهارده هكلمكم على ميزه واحده وهي الليرنج او البروبلم accumulation، يعني تراكم المشاكل اللي هم بيعملوه في خلال الحلقه الواحده الساعتين ونص دول. فدلوقتي خلينا نقول ان دي تبقى الحلقه بتاعتي. الحلقة الواحدة ممكن يوصل فيها ان هما بيحطوا يجي 6 مشاكل بتحصل. يعني مثلا بيحطوا بداية بتكون لحد ما غير متوقعة، لو هي متوقعة فبيحاولوا يخلوها يا إما بأسلوب جذاب يا إما بشكل مختلف. المهم، من بداية الحلقة يحاولوا يحطوا المشكلة الأولانية، قبل ما تخلص تتحط المشكلة التانية، بعد كده التالتة، فالرابعة ممكن تكمل بقى بعد كده الخامسة فالسادسة. والنهاية بيحاولوا إن هي تكون درامية، مشوقة، صادمة، أو غير متوقعة. ودي واحدة يمكن من أهم الحاجات برضو اللي بيعملوها عشان يشدوك إن أنت تكمل أصلا الحلقة اللي وراها. طيب، ازاي بقى بيحطوا فكرة البروبلم accumulation، أو ازاي بيحطوا حاجات كتير كده ورا بعض؟ خلينا أديك مثال. دلوقتي هنبدأ مثلا الحلقة بأن حصلت حادثة عربية بين البطل والبطل. البطلة محامية اتأخرت بسبب الحادثة دي عن المرافعة بتاعتها في المحكمة، فاضطروا ان هما يأجلوها. بس الحقيقة ان احنا هنكتشف ان البطل كان قاصد يعطلها. في اللحظة دي البطلة هتكرهه. تاني حاجة، ان هي اصلا يا دوبك بترجع العربية بتاعتها لقيت ان الاوراق بتاعتها بتاعت المحاكمة اتسرقت. نخش على المشكلة التالتة، البطل اخته اكتشفت خيانة جوزها. المشكلة الرابعة، ابن البطل زمايله في المدرسة بيتنمروا عليه عشان ما عندوش أم. المشكلة الخامسة، البطل والبطلة هيتقابلوا فعلا تاني في المحكمة، بس هو هيكون الشاهد جهة اللي ضدها، فهي بقى هتوصل هنا ان هي مش طايقاه. بعد كده 6، المشكلة اللي هتحصل في نهاية الحلقة هتكون ايه عزيزي الكاتب؟ ده اللي هستناك انت تقولهولي. بس بفتكر ان هي المفروض تكون درامية، مشوقة، صادمة، وغير متوقعة. طيب، فكرة البروبلم accumulation دي بقى ليها مميزات وليها عيوب. بالنسبة للمميزات فهي طبعا أكيد مش هيكون في ملل، يعني أنت مش هتلحق تزهق. هتزهق فين؟ أنت أصلا من أول ثانية لآخر ثانية مش لاحق تاخد نفسك. تاني حاجة إن هو بتخلي فيه تركيز عالي. ليه؟ لأن الأحداث بتتغير، الشخصيات بتتغير، فأنت محتاج تركز إيه اللي بيحصل. الحاجة التالتة، إن أنت من كتر مثلا الشخصيات او المواقف او الحاجه او تقديم الشخصيات المختلف، انت اكيد هتتعلق بشخصيه من الشخصيات. يعني انت حتى لو محبتش البطل والبطله ممكن تحب مثلا الشخصيات الجانبيه فهتكمل مسلسل عشان. ايه المشاكل بقى؟ اولا ان الاحداث بتكون كتير، فهي ممكن في البدايه، خاصه في البدايه، بتبان ان هي عشوائيه. يعني انت بتنتقل مثلا من البطل والبطله لاخت البطل لابن البطل، فتحس ان في شويه عشوائيه لحد ما. فنحل المشكله دي ازاي؟ اولا نقللها. المشكلة التانية ان الشخصيات احيانا بتكون كتير قوي، لان انا كده عايزة اقدم يجي مثلا 10 شخصيات في الحلقة الاولانية. طيب اعمل وقتها ايه؟ حاجة من الاتنين، يا اما ان انا اقلل شخصيات وابدا اوزعهم بقى على الحلقات الجاية، يا اما ان انا احاول اخلي كل شخصية دخولها مميز قوي. يعني مثلا البطل والبطلة اتقابلوا في حادثة، فانت اكيد هتبقى فاكرهم. ابن البطل مثلا لو انا عايزة اخلي الموضوع مميز شوية، هخلي ان هو هيعمل مشكلة، هيتعارك مع ابن حد او بنت حد، وبعد كده هما يطلبوا ابوه في التليفون، فبالتالي انت هتربط بسهولة جدا ان ده ابن البطل. وهكذا. احكي لي بقى عزيزي كده، قررت ان هي تكون عامل ازاي؟ واحب افكرك على السريع ان لو انت بتحب الفانتازيا والتنانين، فرواية رهيب والتنانين دلوقتي متوفرة مع دار نجمة القراء.